اقوى خدعه نفسيه بتدمر حياتك وانت مش واخد بالك. تعرف انك عايش في كدبه كبيره وممكن تكون مبسوط بيها كمان. في حاجه في دماغك شغاله 24 ساعه بتخليك تاخد قرارات غبيه وتبرر الفشل ولا انت دريان. اسمها التكرار القاتل. يعني ايه؟ يعني لو سمعت نفس الجمله 100 مره حتى لو كانت كذب مخك هيبلعها ويصدقها، وده بيدمرك بطريقتين. الطريقه الاولى، لو طول عمرك بيسمعوك انك غبي وفاشل ومش هتنجح ابدا، مخك هيقول لك خلاص يا معلم احنا كده كده فاشلين، ليه نحاول اصلا؟ الطريقه الثانيه ودي الاخطر، لو من وانت صغير بيقولوا لك انت الاذكى، انت الاعظم، انت ابن نابليون شخصيا، مخك هيصدق الكذبه دي وهتكبر مقتنع انك عبقري زمانك ومحدش قدك، مع انك ممكن تكون مجرد واحد عادي جدا او انك غبي اصلا. والنتيجه الاول بيتحول لمسخ، بيفقد الثقه في نفسه وعايش دور الضحيه، والتاني بيتحول لكارثه متنقله، عنده ثقه وهميه، فاكر نفسه بيكسر الدنيا وهو في الحقيقه بيتكسر كل يوم. طب الحل انك ما تبلعش اي كلام بيتكرر حتى لو على مزاجك. اسال نفسك فين الدليل؟ هل ده حقيقي ولا مجرد تخدير نفسي؟ خليك مرن. النجاح مش بالتصديق الاعمى، النجاح في انك تفضل تتعلم وتطور نفسك، مش تعيش على اوهام بس بتكرر نفس الغلط كل مره. فكر تاني، الكذب مش دايما جاي من بره. ناوي تفوق بقى ولا هتعيش وتتحكم فيك كذبه وتموت وانت مصدقها؟ شاركني رايك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وفولو.